هسميه ديزاين في اتجاه اكس. ديزاين في اتجاه اكس. عايز اجيب الحديد لجميع البلاطات في اتجاه اكس. عايز اجيب الحديد لجميع البلاطات في اتجاه اكس. فاول حاجه الجدول اللي بعد كده سلاب اي دي برضه ال اكس والال واي دول ثابتين معايا تمام. بعد كده هنقول الدبليو اكس والدبليو واي، الحمل في اتجاه اكس والحمل في اتجاه واي. الدبليو اكس دي ممكن تكون الدبليو الفا وممكن تكون الدبليو بيتا على حسب البلاطه بتاعتي في اتجاه اكس هي شورت ولا لونج. تعالى نحسب البلاطه اس واحد في اتجاه اكس شورت دايركشن ولا لونج دايركشن؟ شورت. تاخد دبليو الفا ولا دبليو بيتا؟ دبليو الشورت تاخد الفا. دبليو الفا. يبقى اذا في الحاله دي دبليو اكس تساوي دبليو الفا، يبقى دبليو اكس بتساوي 7 و3 والدبليو بيتا بتساوي 1 و4 والدبليو واي بتساوي دبليو بيتا 1 41. تعالى نكرر الكلام ده على اس 2. اس 2 اتجاه اكس الشورت ولا اللونج؟ الشورت. نفس الكلام. يبقى الاتجاه الشورت ياخد الالفا لان اتجاه اكس هو الشورت، يبقى اتجاه اكس ياخد الالفا اللي هي 10 و9 و0 تمام. بل انك انت الخانه دي ممكن ما تبقاش موجوده، بس انا هريحك دلوقتي. خلينا ايه اقول لك دلوقتي ما تعملهاش، بس انا عايز اوضحها علشان مش هكرر الجدول كده. طيب اس 3 اللي هي دي اتجاه اكس هنا ايه؟ اللونج. يبقى ياخد دبليو ايه؟ بيتا المرات ده بكام؟ بصفر. يبقى مش دايما الناس بتغلط في الغلطه اللي بتحصل هنا، مش دايما الدبليو اكس هي دبليو الفا. نعم، مش دايما الدبليو اكس هي دبليو الفا، ومش دايما الدبليو بيتا هي دبليو واي، على حسب الاتجاه. اس 1 واس 2 كانت الدبليو اكس هي الدبليو الفا، انما اس 3 الدبليو اكس بتساوي الدبليو ايه؟ الدبليو بيتا على حسب الاتجاه. انا هحدد الاتجاه اللي هشتغل عليه. انا دلوقتي شغال اكس تمام، بس انا عملت الخانه بتاع واي دي عشان اوضح لك انك انت خدت في اتجاه اكس الالفا، يبقى اتجاه واي معلوم ان هو هيبقى الايه؟ البيتا تمام. تعالى اس 4. اس 4 فين اس 4 اهي؟ مش فارقه حاجه اساسا الاثنين زي بعض، دي مش فارقه بالنسبه لك حاجه، مش فارقه حاجه. ده هيبقى 10 و9 واي هيبقى 10 و9 صح؟ مش احنا خدنا هنا دبليو بيتا، يبقى اذا الواي هيبقى ايه؟ دبليو الفا 10. تعالوا نشوف اس 5. اس 5 اتجاه اكس اللونج ولا الشورت؟ اللونج لان ده 1 و4 وده الكبير، يبقى اتجاه اكس اللونج. اتجاه اكس هنا ياخد هو اللونج، ياخد البيتا ولا الالفا؟ بيتا. يبقى بيساوي 0 و10 و9. تعالى نشوف اس 6. اس 6 اتجاه اكس هنا الشورت ولا اللونج؟ اس 6 دي 1 متر 40 وده الاتجاه، يبقى اتجاه اكس هي الشورت، ياخد الفا ولا بيتا؟ الفا. يبقى اتجاه اكس 10 و9 اتجاه واي 0 تمام. انا في الجدول ده مش محتاج ده خالص، انا بجيب الحديد اللي في اتجاه اكس، انا مش محتاج دبليو واي، محتاج الحمل اللي في اتجاه اكس، بس انا حطيته عشان تبقى عارف انت حددت ده، يبقى الجدول اللي بعديها تبقى الدبليو واي معلومه بالنسبه لي تمام. هعمل ايه؟ هجيب الام ال، انا جبت الاكس هجيب الام ال، اعمل حاجه اسمها الكي الاول وبعد كده الام ال. الام التيميت بتساوي ايه؟ تساوي الدبليو اكس في ال اكس تربيع على التي. معلش دبليو اكس في ال اكس، عشان كده بقول لك ديزاين في اتجاه اكس، يبقى انا محتاج الدبليو اكس مش محتاج ده دلوقتي. الخانه دي انا عملتها كده عشان افهمك بس الجدول اللي بعدها يبقى عامل ازاي تمام. الدبليو واي الدبليو اكس هي عندنا. الكي قلنا المره اللي فاتت الكي بتساوي ايه؟ الكي بتساوي 8 في حاله البلاطه السمبل سبورت، والكي بتساوي 10 في حاله الاسبان المستمر من اتجاه واحد، والكي بتساوي 12 في حاله البلاطه المستمره من الاتجاهين. ده اللي احنا اتفقنا عليه المره اللي فاتت. تعالى نبدا نشوف الكلام ده على البلان. البلاطه اس 1 هنا لها كي، ليه؟ لانها مستمره من اتجاه واحد. مستمره من اتجاه واحد الكي بتاعتها بكام؟ ب 10. مستمره من اتجاه واحد تبقى ب 10 تمام. طيب هنا كي بكام؟ مستمره من الاتجاهين 20 12. طب انا هاخد انهي واحده؟ الصغيره. هاخد الصغيره اللي تديني مومنت كبير، تديني مومنت كبير، تديني تسليح كبير. يعني تخيل هنا ان المفروض التسليح يبقى 5 باي 8
معلش التسليح هنا يبقى 6 فاي 8، وهنا نتيجه ان الكيس الكبيره يبقى المومنت صغير فالتسليح يطلع 5 فاي 8. حضرتك نفذت كله 6 فاي 8، يبقى انت هنا في السيف سايت ولا لا؟ لا. انا بقول لك ده 6 فاي 8 وده يطلع معاك 5، نفذته حضرتك كله 6 يبقى سيف. انما هنا كان محتاج 6 وهنا 5، حضرتك نفذت كله 5، يبقى المنطقه دي فيها ايه؟ فيها مشكله. فهنا هتاخد الكيس صغيره، هتاخد الكيس صغيره دايما يبقى 10. تمام؟ في ايه؟ صغير. ايا كان الطير ايا كان الاتجاه شورت او لوب هناخد الكيس ايه؟ الصغير. تعالوا نشوف البلاطه دي. من هنا مستمره من اتجاه واحد، ومن هنا مستمره من اتجاه واحد، لان قلنا البلاطه دي مفيش اتصال بينها وبين هنا. طب مستمره من اتجاه واحد يبقى الكيس بتاعتها 10 هنسمي ده في اكس 10. تعالوا نشوف البلاطه اس 3. اتجاه الاكس هنا، اتجاه الاكس انا بتكلم كله على اتجاه الاكس سمبل يبقى الكيس كام؟ 8. طيب الاس 4 الاس 4 سمبل 8 برضه 8 منفصل اس 5 اساسا اتجاه الاكس ده بتساوي 0 مش فارق معايا حاجه. اتجاه الاكس ده بتساوي 0. الاتجاه اللي الدبليو بتاعته بتساوي 0 مش محتاج انت في حاجه، يعني بص على الدبليو اكس هنا ومش محتاج انك اكتب دي 8 صح؟ وهنا مش محتاج انك اكتب دي 8. طب هنا بالنسبه لاس 6 الكي بتاعتك كام؟ اس 6 ممتده من ناحيه واحده ولا من ناحيتين؟ ناحيه واحده. لا هي مش ممتده بتساوي 2 في حاله الكوابين. ليه؟ انت المومنت بتاع الكابولي هو والمومنت بتاع الكابولي شكله ازاي مش كده؟ لو انت عندك حمل هنا مش كان المومنت ده يساوي دبليو ال تربيع على الاثنين او دبليو في ال على الاثنين، يعني دبليو ال تربيع على الاثنين، يبقى الكي بتاعت الكابولي بكام؟ يبقى اي كابولي الكي بتاعته بكام؟ 2 بدون ما تفكر الكي بتاعته 2. تمام؟ خلاص؟ طيب تعالى بقى ايه اجيب المومنت بيساوي ايه؟ بيساوي دبليو اكس ال اكس على كي اكس. دبليو تربيع ده تعالى احسب دبليو اكس 7 و3 ال اكس 3. على فكره الخانه دي في الجدول ده ممكن ما تعملهاش خالص، مش محتاج ال واي، انت محتاج ال واي في حاجه؟ محتاج الاكسات، بس انا حطيتها بس علشان ايه؟ عم اعمل الدبليو واي معايا عشان اعرف اللوج والشورت وانا شغال. تمام؟ فانت ممكن الخانه دي ما تعملهاش والخانه دي ما تعملهاش، يبقى انا هقول 3 في 7 و3 3 تربيع على 10 كام؟ 6 و6 من 10. طيب هنا 10 و9 من 10 في 2 تربيع ال تربيع على 10 كام؟ 436. تعالى هنا اساسا الدبليو اكس تساوي 0 يبقى المومنت هنا بكام؟ 0 0. تمام؟ الدبليو اكس هنا بتساوي 0 اهي، يبقى 0 في 8 تربيع على 8 بيساوي 0. تمام؟ تعالى هنا اس 4 3 و8 في ال تربيع في 3 تربيع على 8 4 3 من 10. تعالى هنا الدبليو بتساوي 0 يبقى المومنت بيساوي كام؟ 0. تعالى هنا 10 و9 في متر 40 تربيع على الاثنين 10 و9 1 و4 من 10 تربيع على الاثنين يبقى 10 68 مللي. 10 كام؟ 68 مللي. 68. بعد كده انا عايز اصمم، اجيب التي وبعدها السي 1 بعدها الجي بعدها الارياس تي. انا عايز اصمم، عايز اجيب حديد في النهايه، عشان اجيب الحديد محتاج الدي، محتاج السي 1، محتاج الجي، محتاج الارياس تي في النهايه. نعم. ملزم بالطريقه دي ولا ممكن احل بالشغل؟ لا مش ملزم، ما عنديش مشكله. بس انا شايف ان الطريقه دي هتبقى اسهل على الناس. احنا كده ما دخلناش، عشان ما حدش يقعد يقول لي 3 ممكن ما دخلناش في الاستراكشر مش لا دي اسهل يا دكتور، ما دخلناش ايوه في السكرين مومنت ولا الطريقه دي ملخصه جدا.
اصل انت براحتك اللي انت عايز تعمله، لو حتى عايز تعمل طريقه الشرايح مفيش مشكله. لا الطريقة دي حلوة. انا شايف ان دي هتبقى اسهل في الانتاج، وكمان هتسهل عليك دلوقتي على حاجه كده في التسليح هتخفض لك نص. بس معلش يا دكتور، ليه احنا ما ناخدش نحل شرط كل البلاطات سواء في غلط شويه. ليه؟ لما تيجي ترسم تفاصيل التسليح، تخيل البلاطه دي اللي الشرط بتاعتها واضح، انما البلاطه دي اللي الشرط بتاعتها اكس. تمام؟ فانت جبت حديد، ده بتاع الشرط. الحديد المفروض في الحاله في البلاطه دي في اتجاه اكس، انما في الحاله دي في اتجاه واي، هتتلخبط او انت بترسم التسليح ده في اتجاه اكس ولا اتجاه واي. انما هنا انا بقول لك ده كل التسليح اللي في اتجاه اكس. وصلتوا مع بعض. يعني انا الحديد هنا في اتجاه اكس، هنا في اتجاه اكس، هنا في اتجاه اكس. تمام؟ هي بدات تلخبطك في ايه؟ ده الشورت ولا ده اللونج، ده الشورت ولا ده اللونج، بس هتريحك في تفاصيل التسليح اللي هي عليها الدرجه الاربعه. خد بالك انا ولا صح؟ بروح على تفاصيل التسليح، راسم تفاصيل تسليح كويسه وراسم قيم معقوله، انا ببدا ابص لك على الجدول كويس. غلطه بسيطه بتاعك تعدي معايا. انما انت بقى راسم لي برجلك تمام وانت شغال مش هبص عليها. هبص على الجداول، اي غلطه هحاسبك عليها. فخد بالك من دي. احنا في الخرسانه في النهايه انا يهمني واحد بيعرف تفاصيل التسليح. ليه؟ الكلام ده انا ممكن ابرمجه على شغل اكسل، ابرمجه على برنامج سي بلس، ابرمجه على برامج من برامج الكمبيوتر يعمل لي الحسابات دي كلها في ثواني. انما في النهايه لو انت ما بتعرفش تحسب تفاصيل التسليح هتطلع منتج سيء للايه؟ للعمل. يعني انا هقول لك على حته هنا، لو انت مش فاهم خلاص البلاطه دي لما تتنفذ على اللي انت مش فاهمه هتقع. لما اجي اشرح تفاصيل التسليح في فكره هنا، لو انت غلطت فيها هيجي ينفذها هتقع. فانا يهمني في النهايه تفاصيل التسليح. مش هينفع تنتج داخل الامتحان وترسم تفاصيل التسليح بدون حسابات، ما برضه ده غباء. تمام؟ واحد جاي راسم تفاصيل التسليح وقال لك انا كده حليت، لا انت ما حليتش، مش هدي لك ولا درجه. لازم يكون في حسابات ولازم يكون في تفاصيل تسليح، بس لما انت تبقى فاهم تفاصيل التسليح كويس ووقعت في حسبه من الحسابات مش حاسبك عليها. وقعت في حاجه بسيطه كده، حاجه صغيره مش حاسبك عليها، او لو حتى حاجه كبيره وتعدي مش حاسبك عليها. انما انت مش فاهم لا ده ولا ده، فلازم تبقى مركز في الرسم كويس بايد وبسكيل وبمسطره. مش لازم سكيل، لازم يكون بمسطره وواضح. تمام؟ طيب تعالى بقى نجيب دي. احنا عندنا زي ما احنا قلنا عندنا في دي شورت ودي لونج. الدي شورت بتساوي تي اس ناقص 20 والدي لونج بتساوي تي اس ناقص كام؟ 30 ناقص 30. يبقى انا شغال بالملي. الدي شورت هتساوي 140 ناقص 20 دي 14 سم ناقص 20 مللي يبقى 120 مللي. والدي لونج هتساوي 110 سم 140 ناقص 30. تمام؟ تعالى بقى دي اما تساوي الدي شورت او دي لونج على حسب الاتجاه اللي بتدرسه. اتجاه اكس، انا اتجاه اكس هنا الشورت ولا اللونج؟ شورت. الشورت يبقى اخد الدي شورت. اتجاه اكس هنا ده الشورت. مش فارق معايا حاجه طالما المومنت بيساوي زيرو، مش محتاج، ما تقعدش تضيع في الوقت. مش المومنت هنا بيساوي زيرو، ما تقعدش تضيع في الوقت. خلاص؟ طيب اتجاه اس 3 اس 3 خلاص ولا اس 4 مش فارق معايا حاجه، البلاطه مربعه، الاثنين زي بعض، البلاطه مربعه، فخد اي حاجه فيهم، خد ال 120 زيرو. خلاص؟ اتجاه اس 5 المومنت بتاعها بيساوي زيرو فمش محتاج. اس 6 اس 6 ده اتجاه ايه؟ الشورت، يبقى اخد ال 120. حظك ان الايه؟ كل حاجات 120 الشورت. تمام؟ خلاص؟ خد بالك من حاجه بقى، يعني مثلا واحد شغال وراسم تفاصيل تسليح كويسه وجاب غلط هنا، خلي دي كلها دي لون مش حاسبه عليها ولا ناقص ولا درجه عادي. ايه المشكله ان هو بدل ما صمم على 120 صمم على 110 ولا فرق معايا حاجه. تمام؟ فدي غلطات بسيطه ممكن عندي. واحد هنا هو شغال بدل الدبليو اكس مكان الدبليو واي نتيجه اللخبطه اللي انت بتتكلم عليها، فمش هحاسبه عليها، مش هنقص عليها درجات، يعني مش مشكله. هو فاهم ان في حاجه اسمها دبليو اكس ودبليو واي بس اختلف ما بين الالفا والبيتا. تمام؟ فكل دي غلطات بسيطه لو انت درست تفاصيل تسليح كويس وحاسب حسابات كويس من البدايه. خلاص؟ تعال نحسب السي 1. احسب سي 1 مش دي تساوي سي 1 جذر المومنت على الاف سي يو في البي. انا بصمم شريحه عرضها 1 متر، يبقى البي دايما بكام؟ ب 1000 والاف سي يو عرضها له 25 مش محتاج تحويل. يبقى انا هعمل ايه؟ هقول حد يحسب معايا عشان احسب السي 1. احسب المومنت على الاف سي يو على البي. احسب. ريحك بقى في حاجه،
بص معايا على شكل المومنت ده. صمم اكبر مومنت. صمم اكبر مومنت. 16 اللي هو ال 10 و6 ده، دي 6 و6 من 16. دي 10 و6. 10 و6 و8. صمم اكبر مومنت. تعالى عوض كده. عايز اجيب السي 1 هنا. السي 1 تساوي 10 و6. 10 و6 على 25 في 1000 يبقى 1000. بي تحت الجذر واقلبها واضربها في 120. اللي مقلوب واضربها في 120. مش هنضرب المومنت في 10 و6؟ ده هيتضرب عشان احولها اضربها في 10 اس 6. تمام؟ يبقى انا هضرب المومنت في 10 اس 6 فريحها. السي 1 بتساوي ايه؟ بتساوي الدي اللي هي 120 على الجذر التربيعي للمومنت في 10 اس 6 على الاف سي 25 في 1000. عوض. السي 1 هتساوي الدي عندي هنا ايه؟ او خلينا يبقى قانون عام دي. يبقى انا هقسم ال 120 على الجذر التربيعي ل 10 و6 في 10 اس 6 7 و4 كم؟ 7 و4 7 و4. حسبت بتاعت 6 يبقى جيب 826,000. حسب ايه؟ اول واحده؟ ماشي. 7 لا خلينا دايما نحسب اكبر مومنت، اريحك عشان ما تضيعش وقت. احسب اكبر مومنت. ابدا باكبر مومنت عندك، شوف اكبر مومنت هنا وابدا بيه. هي كده السي هتزيد، السي هتطلع اكبر. خمسة و8 ازاي؟ المفروض العكس. صح بقى صح. الأخيرة 25 في 1000 ولا 100. دي 10 5 و8 من 10 مظبوط. دي 5 و8 من 10. قسمت على 1000 مش 100. 5 و8 من 10. ساعتها الجيب كام؟ 826,000. بوينت 826. مش احنا قلنا لو السي 1 اكبر من 485 يبقى الجي 6.826. منها اقدر اجيب الاريا ستيل. الاريا ستيل بتساوي ايه؟ الام التيميت على الاف ال في الجي في البي. الام التيميت عندي هنا ب 10 و6 في 10 اس 6. احسب يا شباب. 10 و6 10 68 في 10 اس 6 على الاف ال ب 400 في الجي بوينت 826 في الدي بتاعتك هنا بكام؟ ب 120. 267. تمام؟ عايز احولها لعدد اسياخ. ممكن أجيبها من الجدول. اجيبها من الجدول او احولها بالقانون اللي انا اعطيته من الشغل زي ما كان. زي ما قلنا احنا دايما بنشتغل على قطر كام؟ نبدا من قطر كام؟ 8. تمام. فمثلا 267 لو انا هجيبها من الجدول على قطر 8 اقسم لي 267 على 5 على 50.3. اريت الفاي 8 50.3. هتطلع 5 و3 6 فاي 8. 5 وكام؟ 5 في 3 1. يبقى 6 فاي 8 اكبر من المينيمم اللي هو 5 8. تمام؟ طيب تخيل بقى حضرتك في الامتحان انت عندك مومنت كنت كام؟ 10 68. عضلك حديد 6 فاي 8. وتخيلك كده اللي بعده 6 و6 يدي لك كام؟ 5 في 8. 5 فاي 8. كله بقى يبقى كله 5 فاي 8. ففي الامتحان ما تقعدش تصمم لي الفل. ابدا باكبر مومنت، عضلك مينيمم يبقى كله مينيمم. معلش نذكر الحته بتاعتي. انا بدات باكبر مومنت. لا تحول الاريا ستيل للعدد اللي سجلنا دي بتساوي الاريا ستيل على باي على 4 فاي تربيع. قطر 8 قطر 8 خلاص انا شغال قطر 8. اقسم الاريا ستيل بتاعتك اللي 267 على باي على 4 في 8 تربيع. انا بقول لك ان ال 10 و8 هتطلع لك 6 فاي 8. الطبيعي ان ال 6 و6 دي هتدي لك 60% من الرقم ده. يعني انا بدون حسابات اقول لك ان بوينت 6 في 267 يعني ده يطلع حوالي الاريا ستيل تطلع حوالي معاك 6.636 هتطلع معاك 3.6 هتقربها لكام؟ 5 يبقى كل الحساب بتاعك 5 فاي 8. يبقى بدون كلام 5 فاي 8. يبقى انت وفرت على نفسك وقت وما تكونش المساله طويله عليك. و6 3
لا هقول لك هتعمل ايه بقى. انا دلوقتي وحدت نتيجه ان ده كله معظمه طلع 5 اكبر الفايل 6. طب ما تخليها 15 عشان ابقى وحدت العدد. يعني واحد العدد. غير هنا بدل ما تقسم على فاي 8 اقسم على فاي 10. فاي 10 78 ونص هتطلع معاك 4 هتقربها لكام؟ 5. خلاص انا موحد العدد. دايما العدد يتوحد وغير في القطر. تمام؟ دايما العدد يتوحد وغير في القطر. تمام؟ طيب يبقى انا كده جبت الحديد بتاع البلاطات كلها باتجاه اكس. اجي مثلا اتجاه اكس. هبدا بالبلاط اس واحد. خليك معايا كده. ارسم تفاصيل التسليح بتاعتها. اتجاه اكس. عندي طريقتين لرسم تفاصيل التسليح، طريقه الحديد المكسح وطريقه الحديد الايه؟ العدل. خلينا في الحديد المكسح دايما عشان ما نشتتش بعض. تمام؟ البلاطه اس واحد. حديدها كام؟ 5 في 8. ابدا اقول ان انا هرسم 5 في 8. نص الحديد يمتد من الاول للاخر بالمنظر ده. ولما حضرتك بترسم دايما اتجاه الرسم يكون من هنا ومن هنا. يعني السيف الافقي السفلي يترسم كده والعلوي يترسم كده داش وبالمنظر ده. الكلام ده احنا بنحاسب عليه. السفلي يترسم بالمنظر ده والعلوي يترسم بالمنظر ده. تمام؟ شايف اتجاه الجنش عامل ازاي؟ ده بيحدد لي اتجاه السيف. اتجاه الجنش الاعلى يبقى ده اتجاه السيف سفلي. اتجاه الجنش الاسفل يبقى ده سيف علوي. تمام؟ لما اجي ارسم اتجاه الواي الحديد اللي في الاتجاه ده هرسمه ازاي؟ انا ببص من هنا. ببص على اللوحه من هنا. يبقى السيف السفلي يترسم كده. السيف العلوي يترسم كده. ارسم دول عندك عشان تلتزم بيهم. تمام؟ السيف العلوي يترسم بالمنظر ده. طيب تعالى نشوف الحديد. واحد هيقول لي 5 في 8 بدها من الاول للاخر ممكن. بس الافضل التوفيق ان انا 5 في 8 همدها 2.5 في 8 من الاول للاخر. هتقول لي 2.5 ازاي؟ اقول لك دلوقتي هتتعمل ازاي. وال2.5 التانيين هبدا اكسحهم. يدخلوا هنا كده. تمام؟ وادخل هنا في الأول. تمام؟ 2.5 في 8. خلاص؟ يعني ايه 2.5؟ انت عندك البلاطه دي عرضها 3 متر. انا بقول لك ان في 5 في المتر. او خلينا نقول البلاطه دي 4 متر. انا بقول لك ان في 5 في المتر، يعني كل البلاطه فيها كام سيخ؟ 20. هتمشي واحد عدل واللي بعدين مكسح، واحد عدل واللي بعدين مكسح، واحد عدل واللي بعدين مكسح. ده معنى النص. النص العدد الكلي يكون عدل ونص العدد الكلي يكون مكسح، بس بالتبادل. ما ينفعش مثلا اول 10 امشيهم عدل وال10 اللي بعدهم همشيهم ايه؟ مكسح. تمام؟ يبقى بالتبادل. يبقى سيك وسيك، يعني اول سيك هيبقى عدل، السيك اللي بعدين كسح، السيك اللي بعدين عدل، وهكذا لحد ايه؟ اخر البلاطه. تمام؟ طيب هنا بقى هو السيك ده بيتكسح على مسافه قد ايه؟ 0.1 ال و0.1 ال. تمام؟ بيتكسح على مسافه 0.1 ال. طيب السيك ده جه المفروض يمتد هنا قد ايه؟ المفروض يمتد ربع البحر. البحر الاكبر ده او ده على الايه؟ على الاربعه. يعني يبقى 3 على الاربعه او 2 على الاربعه. الاكبر في الاثنين 3 على الاربعه. اخد البحر الاكبر في الاثنين ومنه. تمام؟ بس هنا البلاطه دي فيها معضله شويه. ايه هي المعضله بتاعتها؟ ان المومنت انا لو خدت واشتغلت بطريقه الشرايح لازم تاخد بالك منها. بس هي الحله دي مش موجوده عندنا. لو انا عندي بلاطه اسبانها اقل من نص البلاطات اللي حواليها. يعني تخيل البلاطه دي 5 متر ودي 2 متر. الطبيعي ان المومنت بتاعك لو دي 5 ودي 2، طبيعي لو انت رسمت شكل المومنت هيحصل فيه كده مش هيك. يبقى ساعتها الحديد ده ما ينفعش يقف هنا. ليه؟ لان كده وقف في منطقه تنشن، لازم يكمل لحد نهايه السبورت. تمام؟ انما هنا بلاطه 3 ومعاها 2 لا، الحديد هيقف، المومنت هيقف. فخد بالك ان انا لو عندي زبال صغير جنبي زبال كبير، طب هتعرفها ازاي؟ من طريقه الجداول. طبعا لو طريقه الشرايح هتعرفها بسهوله، لو طريقه الجداول لو الزبال الصغير ده اقل من نص الزبال ده خلاص هتلتزم بالكلام اللي انا بقوله. لو الزبال الصغير ده اكبر من النص لا مش هيحصل الكلام. يبقى اذا انا هبيت ربع البحر. تمام؟ طيب البلاطه دي تسليحها 5 في 8. 2.5 يمتد من الاول للاخر و2.5 هكسحها.
هل التسليح ده يمتد؟ هو في بلاطه هنا؟ يبقى ينزل بالمنظر ده. دلوقتي بقى عندك كام سيخ هنا علوي فوق القمره؟ 5 جاي 2.5 من هنا و2.5 من هنا يبقى 5 بس بكسح على مسافه قد ايه؟ 1 0.1 متر يعني 0.1 في الجلد 2 متر يبقى 20 سم اخد 20 سم من السكيل بتاعي واكسر انا برسم مثلا السكيل 1 ل 100 يبقى 20 سم دي ايه؟ تقريبا 2 مللي 2 سم او حاجه زي كده خلاص؟ طيب انت هنا ده 5 فاي 8 طب هنا العلو هنا ده كام؟ 2.5 فاي هل المينيمم بتاعك 2.5 ولا المينيمم بتاعك 5؟ 5 يبقى انا هتصرف حديد اضافي من عندي فعشان كده هرسمه داش وارسمه كده 2.5 فاي 8 انا عايز الحديد العلوي بتاعي او السفلي بتاعي ما يقلش عن 5 فاي 8 هنا في 2.5 اهو ما هو الحديد ده هيشيل لي مش انت عندك هنا في كام درجه ترجع 24 مش حضرتك لو صممتها كنت هتاخد المينيمم بتاعها 5 فاي 8 طب هو المينيمم بتاعها 5 فاي 8 انا حطيت 2.5 يبقى فاضل كام؟ 2.5 صح تمام؟ طيب هنا حضرتك حطيت قد ايه؟ 2.5 فاي 8 طب عند النقطه دي كنا محتاجين كام سيخ؟ هي البلاطه دي اس كام؟ اس 6 تسليحها في اتجاه اكس كام؟ 6 فاي 10 ما هو ده كابولي التسليح بتاع الكابولي علوي صح هو في تسليح سفلي في الكابولي وفي مومنت سفلي يعني المومنت اللي انت جبته ده مومنت علوي مش مومنت سفلي الحديد اللي انت جبته ده حديد علوي فوق القمر حاطط حضرتك 2.5 طب عايز تكملهم بحيث ان هم يساووا 5 فاي 10 تحسبها ازاي؟ هي 5 فاي 10 دي كام؟ او هي 267 مش انت جايب الحديد بتاعها 267 ناقص 2.5 في باي على 4 48 مش حضرتك حطيت 2.5 انت عايز تجيب الحديد اللي انت هتكمل عليه تمام؟ عايز تجيب الحديد اللي انت هتكمل عليه كام ده بقى؟ 2.5 50 و3 ناقص 267 ناقص 2.5 50 و3 100 يبقى 267 ناقص 2.5 دي 50 و3 الحسبه ضايعه على 4 فكره هتعمل 50 و3 216 7 216 يبقى انا عايز احط حديد 216 عايز اكمل هنا عشان الاريا ستيل هنا الاريا ستيل دي عشان تكمل ل 267 عايز احط 216 دي حضرتك لو عملتها فاي 12 اقسم على 113 اللي هو فاي 12 اقسم ال 216 على فاي على 4 12 تربيع او 10 تربيع لو حسبتها 10 تربيع هتلاقي انك محتاج تحط 3 لا انا دايما الحديد الاضافي اللي انا احطه يبقى بنفس العدد ده او ضعفه يعني انا احط 2.5 او 5 ما ينفعش احط 3 ليه؟ لانك انت هتحط ما بين كل سيخ واللي بعديه سيخ هتحط ما بين كل سيخ واللي بعديه سيخ هتقسم المسافه ما بينهم انت عندك 2.5 عندك واحد اهو واحد على مسافه كبيره هتبقى حاطط اضافي في النص ما بينهم المتر اللي بعديه واحد هنا وواحد هنا هتبقى حاطط اضافي ما بينهم تمام؟ يبقى انا عايز دايما احط نص العدد ده احط العدد ده او ضعفه تمام؟ نفس القطر لا مش لازم نفس القطر ممكن يبقى قطر اللي بعديه ايه؟ لو مشيت حديد الكابول ده اصلا ايه؟ لو مشيت حديد الكابول ده الشوكه دي بتاعت البلكونه فين الشوكه؟ 91 ايوه يعني الشوكه دي اساسا جايه من الحديد السفلي الشكل ده فين؟ لا انا اقصد حديدها هي تسلحها هو تسلحها مش اكبر من سلاح البلاطه مين اللي قال؟ البلاطه هنا انا محتاجها 2.5 انا محتاج هنا 15 وهي 2.5 في صوت تحت البلاطه الشوكه دي الكابول ده تسلحها مثلا 5 باي 10 5 باي 10 كده كده هو بيكمل شوكه ويحط نيجاتيف ورا مين اللي قال ان انا ابدا بده؟ انا دايما ببدا بالحديد السفلي والحديد العلوي اكمل ليه مش الطبيعي ان انا ابدا بالعلوي اللي هنا واكمل للسفلي ده مش طبيعي يعني مش طبيعي انك تقول لي انا هعمل شوكه هنا كده عشان انا حافظ ان هي شوكه تمام واجي اقول بقى ايه انا محتاج قد ايه هنا لا حضرتك ما انت كده مجبر انك تكسح ده يبقى لما تحط لي ده 5 10 ومجبر حضرتك انك تكسح ده يبقى زودت حديد لا انا دايما ببدا بالحديد السفلي يا باشمهندس
والعلو هو اللي كمله. انا بدات بالسفلي هنا والسفلي هنا وبصيت على الحديد العلوي لقيته 5 في 8. بدات بالسفلي هنا وبصيت على الحديد العلوي اللي هنا لقيته اقل من 5 في 8 فكملت ال 5 في 8. ابدا ابص على العلو اللي هنا. العلو اللي هنا العلو اللي هنا العلو اللي هنا انا كسحت 2.5 في 8. طب انا محتاج قد ايه عشان اوصل؟ محتاج 2.5 في 11. يبقى ابدا احط الشور بتاعتي 2.5 في 12 وتمتد هنا مره ونص طول الكابول، يعني مره ونص متر 40 او تلت البحر. خلينا مره ونص طول الكابول هي الاكبر. تمام؟ يبقى الاكبر في الاثنين. يبقى دي شكل الحديد. يبقى الحديد اللي هنا 2.5 في 8 اللي فوق الطبقه 2.5 في 8 و2.5 في 12 يغطي القيمه بتاعته. ايه؟ ايوه انت هتقربها ل 2.5 طلعت الاثنين هتقربها ل 2.5 عشان احنا قلنا نحط العدد او ايه؟ او ضعف. فانا هقرب هي دي لما تحسب الحسبه دي تطلع معاك باثنين. هتقربها ل 2.5 تمام؟ لانك انت لو حسبتها في 10 هتلاقيها 2.7 فانت تقربها ل 3 ما تنفعش. انا عايز نفس العدد ده او ضعفه. تمام؟ عشان التربيط وعشان الامتداد ما بينهم. تمام؟ يبقى دي 2.5 في 12. بس ساعتها انا حاطط حديد سفلي هنا في الكابولي ده قد ايه؟ مينيمم 2.5. السفلي في الكابولي ده 2.5 بس. طب انا محتاج قد ايه؟ 5. يبقى انا هكمله ب5. فحط حديد سفلي كده 2.5 في 8 على 100. هل انت محتاج يبقى اكبر من في 8؟ هل في الكابولي في مومنت سفلي؟ ده بعض الناس انا عن نفسي بشتغل كده مره. ده ما بعملوش كده خالص. بعمله كده. واحط خلي دي 5 في 8. ليه؟ لان هي الشوكه اساسا غلط. الشوكه اساسا كستريسز غلط. ليه؟ انت عندك السير ده كده جاي وماشي بالشكل ده. السير ده فوق هو ماشي كده ونزل سفلي ومشي كده. هو فوق شيء تنشن ولا كومبريشن؟ هو المومنت هنا علو يبقى شيء تنشن يعني يشد النقطه دي. وهنا السير ده شيء ايه؟ كومبريشن. فتلاقي ان الشوكه دي حصل فيها كده. دي بتشد كده ودي بتضرب كده. ايه اللي بيحصل؟ تلاقي ان وجهه الاشارات تلاقي طرف الكابولي من تحت الكفر بتاعه طاير بسبب الحركه بسبب الشوك اللي الناس فرحانه ان انا بعمل الشوكه. لا هو مش صح على فكره. نظريا مش صح. هو بيعملها تسهيلا عليه. انما هي الصح بتاعتها انها تتعمل كده ودي كده. يبقى 5 في 8. اولا وفرت حديد كان في 2.5 في 12 هنا وزنهم اكبر. ال 5 في 8 وزنها اقل. تمام؟ ال 2.5 اللي انت زودتهم في 8 وزنها اقل. كان في عندي الحديد السفلي اللي هو الشورت في 5 اللي هو ال 2.5 مكملين اصلا. فين؟ ال 2.5 هيبقوا بالفعل. لا عند الكابولي فوق. لا انا مش هكملها هتقف. لازم يبقى في اتصال ما بين الاثنين. في التنفيذ ممكن تقول لي دي 2.5 تكمل من الاول للاخر. تنفذها كده على طول تعدي من تحت الكاميرا وكده بدل ما تقعد تقطع حديد. تمام؟ بس هتضطر تحط لك اضافه 2.5 ماشي؟ هقول دلوقتي. الفكره في ايه؟ هنا الحديد ده علو. في المنطقه دي لو حد مشي عليه جاسك في 8 او في 10 او في 12 هيتني. فبنضطر ان احنا نحط حديد سفلي في الاتجاه ده يربط وعلوي في نفس الاتجاه يربط. شوف انا رسمت الشكل السيكي ازاي؟ 5 في 8 مللي. كل ده ملوش دعوه بالديزاين. ده حاجه تنفيذيه. شوف انا رسمت التزمت بالمنظر بالشكل ده. ادي السفلي اهو داش صلب والجنش بتاعه كده. والعلوي داش الجنش بتاعه الاسفل. تمام؟ يبقى ده حديد فقط لا غير لتربيط الايه؟ الحديد بتاعنا. لا الشوكه يفضل لو انت عملت المنظر بتاع ده يبقى داش طبعا. لو انت عملتها شوكه لا ما في جزء منها سفلي فبنعملها خلاصه. تمام؟ يعني انت هنا في الكابولي اللي فوق ده هيبقى فيها تمام؟ الشوكه هتبقى في الاتجاه ده والحديد هيبقى في الاتجاه ده. طيب تعالى احنا حسبنا الحديد ده وده اس 3. يعني يا دكتور بس الشوكه 2.5 في العلم و5 2.5 عدد 2.5 ايوه وده 2.5 ده 2.5 ولا 5؟ 2.5 السفلي. السفلي ده طرف الشوكه من تحت 5 في 8. ده 5 في 8. اتكلم على الكابولي.
سفلي، بس ده ملوش دعوه، هو ما بقتش شوكه انفصلتهم مع بعض، حط ده سيك لوحديه وده سيك حرف ال، مش شوكه خالص. تمام؟ طيب تعالى نشوف اس 3. اس 3 تسبيحها كام؟ 5 في 8. 2.5 يمتد من الاول للاخر. و2.5 هيكسحها. قلنا التكسيح بيبقى على مسافه كام؟ 0.1 ال من 8 يعني 80 سم اللي هي بترسم 8 مللي. 0.1 ال. نعم. ايه؟ لا ما بلاش، انا بقيس. لما بلاقي واحد مش راسم كويس بقيس المسافه دي. لما تفرقش معاك تبقى بتصرف شايف على هقيس انت راسم دي قد ايه وراسم دي قد ايه واعرف ترسم ازاي. ملزم بحد التكثيف في الامتحان. لان ده التوفيق. 2.5 باي 8 مش رخامه بيقيس، بس هو الصح ده. ما الاقيش واحد هو بيرسم لي عشان هو بيرسم برجله راح عامل لي شغل التكسيح كده. طب هو ده معنى ده شكل بس. فالطبيعي ان انا بس اتاكد ان المسافه دي هي المفروض تبقى 8 مللي، واحد عملها سنتي، واحد عملها 1.2 سنتي، واحد عملها 0.6، ما تفرقش معايا حاجه، بس يبقى رسم المسافه دي منطقيه بالنسبه لزباله البلاطه. تمام؟ خلاص؟ يبقى 2.5 باي 8. يبقى انا عندي دلوقتي الحديد العلوي اللي فوق الكاميرا بكام؟ 2.5. محتاج احط حديد اضافي عشان يبقى 5. احط 2.5 باي 8 على المتر. محتاج احط حديد اضافي عشان يبقى 5. طيب الحديد ده بيمتد قد ايه؟ 0.2 ال. بيمتد قد ايه؟ 0.2 ال. الحديد ده هيقف فين؟ هيقف على 0.2 ال. باشمهندس انت هنا ده حديد علوي. انت تكسح وطلع علوي فوق القمر. ده كان 2.5. المينيموم بتاعك في اي مكان فيه ممكن كام؟ 5 باي 8. خلاص عايز اكمله يبقى 5. فده 2.5 باي 8 انا هكمله يبقى 5 باي 8 يبقى احط 2.5 باي 8 بس ما عنديش اكتر من كده. ايه المشكله؟ ومعلش الفرش ده لا ده اللي تحت ده حديد سفلي من الاول للاخر، ده بيبان الديزاين. ده 5 باي 8 2.5 من الاول للاخر، ممتده من الاول للاخر، و2.5 هبدا اكسحها وانزلها. يعني الاثنين دول مجموعهم 5. تمام؟ طيب البلاطه اس 4. البلاطه اس 4 انا التسليح بتاع اس 4 طالع معايا كام؟ 5 باي 8. 2.5 هيمتدوا من الاول للاخر تحت سفلي. 2.5 هيمتدوا من الاول للاخر. و2.5 هبدا اكسحها عشان يبقى حديد علوي. هنا هل ينفع اعمل كده؟ هل في استمراريه هتمد والحديد تاخد بالك انه حديد علوي هنا كده؟ يمتد يروح فين؟ بس مش لازم تبقى خالص ولا اي حاجه، ما فيش اتصال خالص ما بين البلاطه. انت لو عملتها كرافطه ده معناه انك انت عملت اتصال ما بين البلاطه دي والبلاطه دي. تمام؟ وانا مش عايز كده خالص. فاي 8 على 2.5. هنا خط كام سيك سفلي؟ كام سيك علوي معلش؟ 2.5. يبقى انا هحط 2.5 كام؟ اضافي. دكتور السيخ العلوي الهدف من السيخ العلوي تكمله العدد ولا تغطيه المومنت العلوي؟ ما هو تغطيه المومنت العلوي اللي هو المينيموم بتاعه 5 باي 8 مش تكمله عدد بس. انت عندك في مومنت هنا كده الشريحه دي، عشان كده انا بحب طريقه الشرايح، ما بحبش الطريقه دي خالص. انا عن نفسي بس عارف ان الطريقه دي سهله، بس انا بحب طريقه الشرايح. ليه؟ انا دلوقتي هصمم سيكشن هنا طلع 5 باي 8 اللي هو الحديد السفلي ده. طب انا هصمم سيكشن هنا محتاج 5 باي 8 فوق. انا لما جيت اشتغلت على 5 باي 8 السفلي اللي هنا كسحتها وطلعتها فوق، شالت الحديد العلوي، شالت المومنت العلوي، بس هي محتاجه 5 المينيموم بتاعها، فكملت ب5 بس مش اكتر من كده. خلاص؟ طيب ده اتجاه الاكس. اتجاه الواي هتعمل جدول تاني اتجاه الواي. انا بدات 5 دقايق وخلاص. الجدول الثاني، الجدول اللي بعد كده هنقول الديزاين في اتجاه الواي دايركشن. الديزاين في اتجاه الايه؟
الواي دايركشن. شوف هقول ال واي والدبليو واي، اخد بقى العمودين دول، اخد ال واي والدبليو واي، وبعد كده اجيب التي واي، اشوف برضه اتجاه الواي البلاطه دي اتجاه الواي السمبل ولا كونتينيوس، واحسب الكي بتاعتها بنفس الطريقه. هجيب الكيل البلاطه دي وهجيب الكيل البلاطه دي، بعد كده اجيب المومنت الدبس. انت خدت ال 120 هنا، يبقى هناك تاخد ال 110. خلاص خدت ال 110 يبقى هناك تاخد ال 120، العكس على طول. بعد كده تجيب السي 1، وبعد كده تجيب الجي، وبعد كده تجيب الاس تي. يعني الجدول الثاني نفس الجدول ده مع اختلاف ان هيبقى دبليو واي وال واي، وبعد كده ترسم التسليك في اتجاه الواي. تمام؟ هترسم على بلان واحد، يبقى لو حضرتك البلان يبقى كبير ويبقى الرسم في الاتجاهين واضح. هترسم على بلان صغير زي كده يبقى ترسم بلانين، بلان اتجاه اكس وبلان اتجاه واي عشان اعرف اصفر. تمام؟ يبقى لو هترسم على بلان واحد بلان كبير، هات الورقه بتاعتك بالعرض كده وارسم البلان كبير وارسم فيه. انما ما ترسمليش بلان قد كده وتجي راسم لي في اتجاه اكس وواي، ما بقاش شايف الكتابات اللي انت كاتبها. الطبيعي ان انا مش هعرف اصحح الكلام. ايه؟ لونين يا عم استخدم 10 الوان يا ريت. في ناس كانت، يعني انا افتكر وانا بصحح، في ناس كانت لا رسمه بخمس ست الوان وكانت موضحه كل حاجه، رسم في اتجاه اكس بلون ورسم في اتجاه واي بلون، كاتب اتجاه اكس بلون وكاتب اتجاه واي بلون تاني خالص. ده بيسهل عليا تصحيح، بحيث انك انت لو غلطت غلطه اعرف غلطتك فين بسرعه، واعرف هنقصك عليها ولا ما انقصكش عليها. انما انت لو هتبهدلني وراك في التصحيح طبيعي ان انا هبدا احاسبك بقى على منك تاني. لا اشتغل تكثيف، اشتغل بالطريقه اللي هتتنفذ في الواقع. ما حدش بيشتغل في البلاطات السوليد سلاب من غير تكثيف، كله بيشتغل في البلاطات السوليد سلاب تكثيف. شريحه